بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم وفيديو جديد من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهارده يا جماعة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي ان انا اكتب على الوورد بالصوت. ازاي بيتم الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي بيتم. اول حاجة لازم يكون عندك جيميل على جوجل كروم. بنفتح الجوجل كروم ونختار الجيميل بتاعنا، وندخل على الجيميل وبنطلع عند جوجل ابس كده، ونفتح مستند جديد. وبنختار مستند جديد، انشاء مستند جديد من علامة الزائد اللي تحت دي. بيطلع لك صفحة زي الوورد اللي عندك عادي جدا بالشكل ده. بنيجي على قائمة ادوات، وبنختار حاجة اسمها الكتابة بالصوت اللي ظهرت لحضراتكم دلوقتي. تمام كده. بدوس على العلامة بتاعت الميكروفون دي، بتظهر لي احمر كده، وهبدأ. هي سجلت بقى وانا بتكلم. هنمسح ده كده، وهنبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد. اما بعد، النهارده يا جماعة بنتكلم عن ازاي نكتب على الوورد باستخدام الصوت بدلا من الكتابة على الكيبورد. زي ما انتم شايفين طبعا ان انا بتكلم، والوورد بيكتب لوحده. دي هتوفر عليك حاجات كتير جدا من وقت ومجهود في كتابة اي خطابات تاخد منك وقت كبير لو كتبتها بالكيبورد، ولكن بالصوت مش هتاخد معانا وقت. واقفل الميكروفون. زي ما اتكلمنا كده، ده زي ان انا بتكلم وهي بتكتب الكيبورد. انا ممكن اخد ده كده كوبي، واجي على الوورد بتاعي، واروح عامل بيست، وابدا انسق الوورد بتاعي. دي معلومة ممكن كتير ما يعرفهاش، لكن معلومة مهمة جدا في توفير الوقت والمجهود، وان انت ما تاخدش وقت في كتابة خطابات. والموضوع ده مهم جدا طبعا للناس زمايلنا اللي شغالين في السكرتارية، او شغالين في الاتش ار، او حتى شغال في اي ادارة مختلفة. فده بيوفر عليك وقت ومجهود. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم وفي استفادة للناس. وفضلا وليس امرا، ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.